علاش مازال كدير المهام المملة والمتكررة اللي يمكن الاي اي يديرها في بلاصتك؟ تخيل واحد النظام ديال الذكاء الاصطناعي اللي كيخدم لك البيزنس بحال شي موظف حقيقي واحسن. هذا اول نظام ديال الذكاء الاصطناعي في العالم، فين العمال الرقميين كيديروا كل شيء من ا حتى لزد، كيقدروا يشوفوا الشاشة ديالك، يضغطوا الازرار، يكتبوا الرسائل ويديروا اي حاجة في التطبيقات بحال شي انسان. كتوريهم المهمة مرة واحدة وكيديروها بلا حتى شي ميستيك every time. كتقدر توظف عامل واحد ديال الذكاء الاصطناعي ولا تكبر وتوظف الالاف منهم، كلهم خدامين في الكلاود 24/7 داي بلا استراحه. هاد الايجنتس ديال الذكاء الاصطناعي كيديروا كلشي: دعم ديال الزبناء، معالجه الفواتير، فحص المرشحين للوظائف، انشاء محتوى ديال التواصل الاجتماعي، وحتى متابعه المنافسين ديالك وانت ناعس. والجزء الخطير ان هاد الايجنتس كيشاركوا المعلومات مع بعضياتهم. ملي كيكتشف العميل ديال وسائل التواصل الاجتماعي شي زبون غاضب، الذكاء الاصطناعي ديال الدعم كيتنبه وكيدخل في البلاصه. وزيد على هادشي كلشي كيكون في الكلاود، يعني ما تحتاج انستالي والو حتى لو ان البيسي ديالك طافي.